تخيل معايا إنك عندك شركة بتبيع عقارات في الساحل الشمالي، كل يوم في آلاف من الناس اللي بتدور على شاليهات وفلل للبيع أو الإيجار، بس للأسف أنت مش موجود. في الفيديو ده بقى أنا جاي أقول لك تعمل إيه عشان تاخد حصة كبيرة من الزيارات دي. أكيد كلنا سمعنا عن الكلمات المفتاحية الرئيسية اللي لازم تبقى موجود منها كلمة أو اتنين في كل صفحة مشروع على الويب سايت. بس المشكلة هنا إن مش كل الشركات العقارية اللي عندها مواقع بتستخدمها. معلش بقى أنا مش فاهم يعني إيه أصلا كلمات مفتاحية رئيسية. ببساطة دي الكلمات الرئيسية الأساسية اللي العميل بيستخدمها لما يكون ناوي يشتري عقار. تاني، الكلمات الرئيسية اللي احنا بنتجاهلها دي الكلمات اللي بتجيب مبيعات بشكل مباشر. طب هي الكلمات دي مهمة قوي كده؟ طبعا دي مهمة جدا لأنك من خلالها بتحصل على عملاء محتملين جادين جدا، وده اللي احنا بنسميه في التسويق العقاري العميل المستهدف. يعني العميل اللي بيشتري مش العميل اللي بيتفرج. طب انا لو عايز عميل جدي وبيخلص اشتغل على ايه؟ شوف، الطبيعي ان انا اقول لك شاليهات للبيع الساحل الشمالي او عقارات للبيع الساحل الشمالي، بس هتلاقي المنافسة فيها عالية جدا والعميل بتاعها تقيل قوي في الشراء. طب تنصحني اشتغل على ايه؟ اشتغل مثلا على شاليه في مارينا 5 على البحر، فيلا للبيع مراسي بالتقسيط، شاليه 3 غرف مراسي سيدي عبد الرحمن. العميل اللي هيجي لك من ورا الكي ووردز دي عميل بيشتري وجدي وعنده نية التنفيذ، يعني زي ما بنقول عميل جاهز. طب فلنفترض ان انا بشتغل ايجار، برضه هنصحك بدل ما تنافس في الاول في شاليهات للايجار الساحل الشمالي، منافسة عالية جدا، اشتغل على شاليه للايجار اليومي الساحل الشمالي، ايجار اسبوعي مارينا العلمين. سهل على نفسك وهات العميل اللي عايز البضاعة اللي عندك، مش اللي لسه بيقارن وبيشوف الأحسن. اشتغل على نية العميل، العميل اللي عايز يشتري أو يأجر وعارف هو عايز إيه، مش العميل اللي بيتفرج. يعني إيه بقى العميل اللي بيتفرج؟ العميل اللي داخل يكتب صور الساحل الشمالي أو خريطة قرى الساحل الشمالي، ده عميل لسه بيتفرج، ده مش عميلك. فما تختارش الكلمات دي تبقى الكلمات الرئيسية في الموقع بتاعك. باختصار شديد، لو عايز شركتك العقارية تحقق نجاح يبقى لازم يبقى عندك استراتيجية قوية للبحث عن الكلمات المفتاحية، الكلمات اللي بتجيب مبيعات، الكلمات اللي بتجيب فلوس. استخدم بقى الأدوات اللي هسيبها لك تحت في الوصف وركز على الكلمات اللي فيها نية شراء.